مفيش حاجة اسمها تذكرة بكام، ده انت كده بتضر نفسك. لو جيت ماليزيا سياحة وكسرت اللي يقولكوا كده ده مش صح. حد مثلا يقول لي طب ما تقدرش تساعدني؟ يا مساء الفل عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من فترة كده نزلنا ستوري على انستجرام بنقول فيها ان احنا نعمل فيديو Q&A عشان الاسئلة اللي جات لي مؤخرا كتير ما قدرتش ارد عليها. وكمان عملنا الستوري بتاعت كويستشن كده كنا حاطين فيها اسئله ان انتوا تسالوني وانتوا سالتوني بصراحه، وانا من ساعتها ما عملتش الفيديو. فالنهارده بقى لازم نصور الفيديو ده ونجاوب على شويه اسئله كده من الكويستشن بتاعت الستوري، والاسئله اللي بتجيلي في الكومنتس في انستجرام وعلى الدايركت مسج وعلى الفيسبوك والتيك توك. يعني لمم لكم شويه اسئله كده باذن الله ان هي تفيدكم، وكمان تقدروا تطلعوا منها بنتيجه تفيدكم باذن الله في الاسئله اللي بتيجي في راسكم كتير. يعني خلونا قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش سبسكرايب للقناه ومفعل زر الجرس ولايك للفيديو كده، ويلا بينا نبدا الفيديو. واول سؤال معانا من ريتاج علي محمد، تقول هو انا محتاجه اعمل ايه وانا مسافره الامارات؟ معلومه، انا لسه بعمل بطاقتي وهعمل جواز سفر وكل حاجه، ومامتي كمان. طيب توصلوا بالسلامه ان شاء الله. اول حاجه محتاجاها عشان تسافر الامارات كسياحه مش شغل، وهتفهموا انا بقول ليه شغل كمان شويه. محتاجين فيزا للامارات بتطلع شهر او شهرين، محتاجين باسبور اهم حاجه ما يقلش عن 6 شهور، محتاجين كمان حجز فندق للمده اللي انتوا هتقعدوها، ومحتاجين حجز طيران كونفيرمد ذهاب وعوده. معانا تاني سؤال من مينا بين، لو حابب اسافر بره كعمل بيكون ايه المطلوب مني، ولا ايه الاوراق او المواقع اللي بقدم فيها؟ طيب انا بيجي لي اسئله كتير جدا 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 انتوا ما تتخيلوهاش عن الشغل بره مصر، او ان انا اسافر اشتغل ازاي، او حد مثلا يقول لي طب ما تقدرش تساعدني في عقد عمل او الكلام ده كله. والله انا كل الكلام ده انا بكون متضايق ان انا ما بقدرش اساعد، بس للاسف انا ما عنديش معلومه ان انا اساعد حد ان هو يشتغل بره مصر. انا كل اللي عندي المعلومات اللي عندي كلها بيسكس، يعني مش قوي في ان انا اجيب لحد شغل بره او الكلام ده كله. فاعذروني لو حد مثلا دخل يبعت لي يقول لي انا عايز شغل او الكلام ده كله، والله انا مش هقدر ان انا افيدك. انا سياحه بس هدي لك البيسكس اللي انا عارفها، ممكن انت ما تكونش عارفها. لو مثلا فرضنا ان انت عايز تروح مثلا تشتغل في الامارات، ففي برامج اللي هي اللي عارفينها كلها حتى بتشتغل في مصر، لينكد ان، انديد، دوبيزل برضو ساعات بينزلوا عليه وظايف. الحاجات دي كلها دي اللي انا اعرفها، لكن حاجات اكسبرت انا والله مش عارف، ما عنديش معلومه. السؤال الثالث من ار ديفا ار، بتقول سافرت الكويت قبل كده واحكي لنا كل حاجه حصلت معاك هناك والمصاريف وكل حاجه، عايز اشتغل هناك. طيب بالنسبه للكويت انا لحد دلوقتي لسه ما رحتهاش، ان شاء الله نروحها. بس بالنسبه للشغل انا بصراحه برضو ما عنديش معلومه يعني. بعد كده عندنا سالو اسمها مكتوبه على الشاشه، ازاي اقدر اسافر اي بلد لوحدي؟ طيب السؤال ده برضو جالي كتير في الدي امز والكومنتس. هو السفر سهل، بس هو في الاول بس بتكون صعبه او عشان هي حاجه جديده، فاحنا ساعات بنستصعب. السفر لوحدنا هو عايز الحاجات البيسكس او الاساسيه، او ان انت تكون بتعرف تتصرف. ولو مش بتعرف تتصرف مع اول سفريه، السفر هيعلمك ازاي تتصرف. على فكره لو مسافر جوه مصر لوحدك بتاخد خبره زي ما بتكون مسافر بره مصر لوحدك، بس طبعا بره مصر بتختلف بقى، بتديك خبره اكبر والكلام ده كله. بس الاساسيات، اول حاجه انك مثلا في تحضير شنطك وانت بتحضر حاجتك وانت مسافر، او حاجتك وانت مسافره، اكتبي الحاجات اللي هي معاكي او اللي انت عايز تاخديها عشان ما تنسيش حاجه. اعملي بوكيت ماني لنفسك كل يوم. خلي بالكم عشان اشهر الدول السياحيه فيها الناس كتير بتتعرض لسرقه، يعني خلي بالكم. طبعا مش عايز اقول دول ايه يعني، بس هي دول على فكره اشهر دول في اوروبا بيكون فيها معدل السرقه عالي جدا. خلي بالكم من حاجاتكم، بان انتوا مثلا تجيبوا في مثلا زي شنط كده سحريه بتتحط تحت التيشيرت او اللبس اللي انتوا لابسينه ما بتبانش، ممكن تحطوا فيها الباسبور، تحطوا فيها الفلوس، الكلام ده كله. ودايما دايما خلي بالكم انه تحطوا صوره الباسبور على التليفون، بعد الشر لو حصل اي حاجه تروحوا للسفاره يقدروا يساعدوكم. تخلوا البطاقه المصريه معاكم برضو، بتفيد في السفارات المصريه بره مصر. في حاجات كتير بس كل حاجه وليها حاجه، بس دي الاساسيات. واهم حاجه برضو حاجه ما كنتش حاسس ان هي هتفيدني لحد ما جربتها او اضطريت ان انا اجربها، هي ان انا بخلي كل الحجوزات بتاعتي مش بي دي اف معايا منها هارد كوبيز، ان انا بخليها في اوراق انا طابعها، مش بي دي اف والكلام ده كله. ليه؟ لان حصل معايا موقف، كنت انا مسافر السفريه الاخيره بتاعت كانت عمان، وانا مسافر اشتريت تليفون جديد، فانا حاطط كل التذاكر وكل الفنادق وكل حاجه على الواتساب. فجيت ان انا ادور عليهم مش لاقيهم، لان حطيت واتساب جديد فالحاجه ما اتعملهاش باك اب، فكانت طبعا مشكله كبيره. وكنت عايز ادخل على الميل اجيبهم، برضو ما قدرتش ان انا ادخل على الميل لان ما كنتش حطيت نزلت الابلكيشن بتاع الميل على التليفون الجديد. فيعني
تجنبا للمواقف دي برضو، واعملوا الحجوزات بتاعتكم هارد كوبيز مش سوفت كوبيز بس. من الكومنتس بتاعت انستجرام بقى توتو بتقول انصح الاسكندرانيه بقى يروحوا فين. والله هي عامله كومنت على الكاروسيل بتاع اسكندريه. الاسكندريه عندهم اماكن كتير يعني، غير اسكندريه ممكن القاهره، مع اني عارف ان انتوا ما بتفضلوش القاهره عشان بتحسوا ان هي مخنوقه وزحمه، بس عندكم القاهرة، ممكن تروحوا الفيوم، ممكن تروحوا الغردقة، شرم، أسوان، الأقصر. وأسوان والأقصر مش بلد واحدة عشان الناس اللي عارفة يعني إن هي بلد واحدة، لا مش بلد واحدة. في أماكن كتير في مصر تحفة تحفة. ممكن مرسى علم، مرسى علم محدش بيروحها كتير، بس الأماكن المعروفة القاهرة، شرم، غردقة، نويبع، طابة، الكلام ده يعني. اي زد بيقول ممكن تفاصيل تأشيرة الإمارات. طيب تأشيرة الإمارات بتبقى شهر وشهرين، مفيش 3 شهور اللي يقول لكم كده، ده مش صح. الشهر بتكون في حوالي من اول 5500 لحد 6500 على حسب المؤهل. بالنسبه للشهرين بتبقى من 8500 او 9000 لحد 12000 برضه على حسب المؤهل. مروه بتقول لو اول مره اسافر تنصحني اسافر فين؟ والله انصحك ان انت تسافري دول مش صعبه ان احنا نروح لها، بمعنى دول من غير تأشيرة مثلا تقوي الباسبور بتاعك. وانصحك ان انت تروحي دول عربيه وقريبه من مصر. ليه؟ فاول مره بتسافر او بتسافري الموضوع ما بيبقاش سهل، بحيث ان انا مثلا عايز اكل، عايز اشرب، الكلام ده كله. فانا مش اول سفريه مثلا اسافرها اروح الصين او فيتنام او اندونيسيا، بعاد واللغات مش نفس اللغات، معتقدات مش نفس المعتقدات، الاكل مش نفس الاكل، ممكن اغلبيه الاكل هناك بيكون مش حلال. فلو انتوا بتسافروا جداد خليكم في الدول القريبه اللي تاكلوا فيها براحتكم، اللي تعرفوا تتواصلوا مع اهلها بسهوله. محمود عقده للمقيمين في السعودية يمكن استخراج شنجن. ينفع عادي جدا ان انت تطلع شنجن وانت قاعد في السعودية او في اي بلد انت قاعد فيها، بس على حسب المكتب اللي بيكون معتمد من السفارات في البلد اللي انت قاعد فيها. هو غالبا بيكون في اف اس لبلجيكا والمانيا وفرنسا، وتي ال اس لباقي الدول. وفي برضو المافيفا هنا في مصر، المافيفا مش عارف بره بيكون ايه. المافيفا ده بتاع ايطاليا، فاسال المكاتب اللي عندك في السعوديه كل واحده تبع دوله ايه يعني. في بكري جلال بيقول الامارات التذكره بكام؟ بص، الامارات او اي دوله مفيش حاجه اسمها تذكره بكام، لان كل وقت وليه سعر. لو دلوقتي شفت لك تذكره مثلا للامارات ب 1000 جنيه، ممكن اشوفها كمان نص ساعه، ممكن تقل او تعلى. فالتذاكر ما بيكونش ليها سعر معين يعني، بس بيكون ليها رينج. محمد الصافي بيقول لازم حساب بنك كبير على الكاروسيل بتاع تركيا. لا مش لازم حساب بنك كبير، بس على حسب المده بتاعتك هي اللي بتحدد المبلغ اللي انت هتحطه في الحساب. طيب ازاي اعرف؟ يعني مثلا لو انت رايح تركيا اعمل لنفسك مينيمم مثلا، يعني ان انت مثلا هتقعد اسبوع، قول في الاسبوع ده هتصرف في اليوم مثلا وليكن بالفندق والكلام ده كله 3000 ليره في اليوم. 3000 ليره يعني مش كتير على فكره، يعني هم 3000 جنيه 3500 جنيه، وعلى فكره ده بير مينيمم يعني مش الغالي قوي. ف 3000 مثلا في اسبوع يعني ب 21000 ليره، حطهم في الحساب وحط عليهم مثلا 10000 ليره زياده او 5000 ليره زياده، ده بيحسن من فرصه ان انت تاخد الفيزا يعني. دارين خليفه بتسال على الباسبور المصري، بتقول لو مغتربه وعاوزه اطلعه وانا في القاهره مش من محافظتي اروح فين؟ بتروحي للجوازات الام بتاعت مصر كلها اللي موجوده في العباسيه. محمود بيسال انت في مودرن؟ انا في مودرن، انا بدرس لسه، انا يا جماعه انا لسه سينيور، يعني انا صغير مش كبير يعني. الملاك المبتسم بيقول لو جيت ماليزيا سياحة وكسرت امان ولا ايه الدنيا، وفي امكانية تساعدني او تدلني تروح بيها؟ عموما هروح للشغل، اتمنى تفيد اخوك. والله انا هفيدك، انا ما عنديش مشكلة، بس انا مش هفيدك في قصة ان انت تكسر. انا ما بشجعش اي حد ان هو يسافر دولة كان هو يدخل منها سايح او زاير ويكسر الفيزا بتاعته بحجة ان هو بيدور على شغل. ده انت كده بتضر نفسك وبتضر باسبورك. ليه؟ انت مثلا في الدول الخليجية لو انت كسرت في دولة معينة، في دول بتدفعك غرامة، وفي دول من اول مرة بتقولك ان انت كده مش مرحب بيك في الدولة. فملهاش لازمة ان انت تطلع تدور على شغل والكلام ده كله، لا بلاش ان انت تكسر. انا مش هقدر اساعدك في الحتة دي يعني. طيب سكر بيقول ماليزيا ازاي؟ ماليزيا سهلة جدا، انت بتحجز تيكت طيران، ولو طالع من مصر بتطلع تصريح امني وحجز الفندق، وبتروح على هناك تاخد الفيزا اون ارايفل يعني من غير اي حاجة، ملهاش فيزا اصلا. طيب بيشوي بيقول هو لازم لو هستفيد بالشنجن وادخل السعوديه للمسلمين فقط ولا كله؟ كنت انا نزلت كارسل بقول فيه انه لو انت معاك شنجن ساريه ودخلت بيها منطقه الشنجن او الدوله المصدره للتاشيره، تقدر ان انت تدخل السعوديه وتعمل عمره
بفيزا اون ارايفل بتدفع بحوالي 480 ريال. فبيشوي بيقول لي ده للمسلمين بس ولا لكل الناس؟ لا يا بيشوي، ده لكل الناس ايا كان الديانه بتاعتك، مسيحيين او مسلمين، ايا كان الديانه بتاعتك، ده ما بيعقش في حاجه، بس انت ما بتدخلش مكه بس. ندى محي الدين بتقول حساب البنك يكون جاري ولا ودائع، وكام القيمه تقريبا؟ لا، حساب البنك بيكون جاري. ليه؟ لان ودائع ده بيكون مقفول عليه، انت ما بتقدرش تستخدمه او تتصرف فيه، فبالنسبه للبنك هو مش موجود اصلا يعني. هبه حسن بتقول تكلفت كام فيزا وطيران؟ اتكلفت كام فيزا وطيران؟ بالنسبه لسفريه عمان الفيزا اسهل فيزا تقريبا ممكن تاخدها. الفيزا انا طلعتها يعني اولموست 2000 جنيه 2500 جنيه، يعني في الرينج ده، كانت شهر. والطيران لا، الطيران كان رخيص، كان ب 60 ريال عماني، ذهاب وعودة طبعا، كان عرض، فكانت عامله حوالي 8500 جنيه يعني. المول ده ايه وفين؟ ده على المول اللي كان في عمان، ده مول عمان، ده موجود في الغبرة او في الخوير، يعني هو الخوير والغبرة جنب بعض جدا، فهو بالظبط في النص، بس تقريبا في الغبرة يعني. وبكده يبقى جاوبنا على بعض من الاسئله بتاعتكم، اتمنى اكون فدتكم، وما تتضايقوش مني لو انا ما بردش، والله ده مش بايدي، هو بس بيكون من ضغط الرساله عليا، وانا كتير منكم برد عليه، والله انا اللي بقدر برد عليه. تقدر تبعت لي كل اسئلتك او كل اسئلتك، هفيدكم كلكم باذن الله. من على انستجرام هتلاقوا اللينك في الديسكربشن، انستجرام فيسبوك تيك توك هتلاقوا اللينك في الديسكربشن. واتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده تظهر لكم اول باول. ويا ريت لو نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.